فانزت اشطر كتكوت عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وهنا بقى دخلت لقيت الفرعون الكبير الصغير وخاله الواكل ورث امه عمالين يبوظوا في الحيطه، ورحت بص لهم كده قلت لهم بصوا بقى انا جايه شبرق عليكم واروق عليكم النهارده، خد بقى ال 200 جنيه دول وهات لنا بيهم حته اكله لحمه نرمي بقى عضمنا احنا وخالك وانت. قال لي 200 جنيه؟ 200 جنيه ليه اللي عاجب بقى لحمه؟ واستغرب كده. ما تعرفوش هو استغرب ليه؟ ويا ترى هجيب لحمه ايه؟ خمنوا انتوا في الكومنتات. ال 200 جنيه دلوقتي ما بتجيبش لحمه ولا ايه؟ رحت طالعه كده فاتحه الشباك وجايب البصل اللي انا كنت مخزناه، وطبعا الناس كلها متخزن البصل في الشبابيك، وعشان الدنيا مكركبه كنت مخزنه ايه؟ الطماطم والصلصه الغسال. وعديت كده رحت مغبوطه طبعا كالعاده. يا جماعه الخير كل اللي بعت لنا على الثلاجه والنيش اللي احنا قلنا عليهم في الفيديو اللي فات اللي احنا هنشحتوهم كله من خارج محافظه اسكندريه، واحنا اصلا موجودين في محافظه اسكندريه. وهنا بقى اسكندريه ماريه وتربه زعفران زي ما بيقولوا. وهنا راح الجزار قال له يا عم ممكن تديني حته لحمه ب 200 جنيه؟ اللي مراتي عطيها لي وقالت لي اوعك تزود عن كده. عطاله كيلو ونص الا ربع لحمه. تفتكروا اللحمه دي لحمه؟ هو شكله اصلا صعب عليه. وهنا بقى خلوا الفنان كان عمال يحك في الحيطه ويشخبط ويلخبط، هو مفهم نفسه ان هو صنيع بس هو لا صنيع ولا بيفهم حاجه اصلا. بس يلا المهم بقى حط الكرسي وقف عليه ومسك الحيطه وشخبطها كلها ولخبطها. انا قلت يا بنتي يلا هاتي حللك وهاتي صوانيك وطناجرك وتعالي يلا عشان تسوي الاكل وتعملي. وزي ما انتوا عارفين يا ولاد ان انا قصيره ومش طايله، رحت جايب الكرسي بتاعي ورحت بقى اول حاجه قبل ما ابدا الظبط ساعه التمن خمس دي على 3 دقائق بالظبط، لا فوقيهم ولا تحتيهم ولا حواليهم. رحت جايب الطماطميطات ورحت جايب البصلايه ومدوخاهم في الحله، ورحت جايب الحله بتاعتي ملياها ميه بتغلي، جبت البصل قطعتها 4 وهي بتقطع قلب وانا بقطع فيها، والطماطم نفس الحوار وحطيتهم كده في الطبق عشان اعمل عليها شكل وفاكل. شكل ايه يا ولاد ده عشان الاكل ده الدنيا مكركبه كلها فوق بعضها. وانا حطيت ورق المورة وشويه فلفل اسمرين الصحاح، ورحت حطيت البهارات اللي انا الخضار اللي انا كنت مقطعه. وهنا الفرعون الكبير الصغير نزلته تاني قلت له روح هات لي شعريه وهات لي شويه ميه علشان انا ريقي ناشف وتعبانه وقصيره ومش طايله حلي مهدود. قال لي وعادي. قلت له عادي وعادي. وهنا طلع اللحمه قلت له الله يا حبيبتي يا لحمه. ودخلت كده ابص على الفنان اشوفه شغال ولا لا، لقيته شغال. قلت له تستحي احط لك حته اللحمه دي في الحل. ويلا بينا بقى نقول فزوره اليوم. ما هو اول نبي صام؟ اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات واللي ما يعرفش يقول سبحان الله. مسكت هوب ده بيكيكش ولا باظ من شقلات اللحمه كلها في قلب الحل. رحت جايبه بقى البصله دي رحت خرطها حتت صغنونه خالص، ورحت جايبه الحله بتاعته ورحت جايبه حته سمنه من العلبه بتاعت النسكويك دي. على فكره احنا بنحط اي حاجه في اي حاجه فما تستغربوش، احنا الشعب الوحيد اللي بيحط السمنه مكان المقبلات وبيحط البهارات مكان علبه المربات. صح كلامي ولا انا غلطانات؟ ورحت بقى حطيت فلفل اسمر وشويه كمون وشويه ملحون عشان يبقى عيش وملح، ورحت حاطه عليهم شويه الفاصوليا بعد طبعا ما الطماطم اتسبكت. والطماطم بعد ما اتسبكت رحت مزوداها شويه الميه، ورحت عاطيه شطفه زريعه في البريعه كده للرز بتاعي، ورحت جايب حته سمنه بلدي الاكل كله بسمنه بلدي، ورحت نازله بالشعيرات. الشعيرات ديت يا ولاد اللي هي كانت مكرونه طويله بس هم كسروها حتت صغيره ما تعرفوش ليه. المهم حطيت الرز بتاعي ورحت منزله على شويه ملح وشويه فلفول ورحت ماسكهم هوب ده بالكيك شغله وهتبصوا في وشي هنا هتلاقوني مكشره. طبعا الفرعون الكبير الصغير قال لي كلمتين سمي بيهم بدني، يا ريت تقولوا له كلمه وخف عني شويه. رحت اضم تقليبه كده لحد ما الاكل استوى. وهنا بعد ما حطينا الاكل وجت ست الحباب يا حزينه عجبها الاكل جدا 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 وبتقول لكم باي باي. وهنا خلوا المنكرات بقول لكم مع السلامه.